وحياة الله ما مرقت لكم فضايح 15 ابريل ابقى بيت حرام. والله ما مرقت لكم فضايح والكت اللي عملتوها دي ابقى بالكت امسكوا ادبكم هوي. انا حقيقه ما طالبه من جيب زول يا زول، انا طالبه من الدوله، والدوله دي ما حقت واحد فيكم يا زول، ولا حقت ابو واحد فيكم يا زول، ولا محمد حمدان انا بيقدر يحميني من حقي يا زول. ده حق من حقوقي يا زول. اللي بخلي المنصات دي كلها تصرف شنو انا ما اصرف يا زول. انت زول وهمي ولا شنو يا زول؟ القضيه دي ما حقت واحد فيكم يا زول. انتوا وهم ولا شنو يا زول؟ وزي ما قلت لك انا حقي ده بشيله غصبا عن اي واحد. دي حاجه خطها في راسك. انا ما بشيل من جيب واحد، انا بشيل من مال الدوله، والدوله دي كان حقت ابو واحد فيكم كده حقي ده لا اخذه، والله ياخذه كان جوا بخار واحد اخذه. حياة دين ايمان اقسم بالله اوريكم فضايحكم. شفت حقت 15 ابريل وحقت الفاشر دي كلها حقت كله. القضيه دي ما حقت ابو واحد فيكم ولا حقت واحد فيكم، دي قضيه الشعب السوداني يا زول. احنا حق من حقوقنا ندعم، احنا برضه مستنفرين من 15 ابريل وداعمين زي ما قال السيد القائد، داعمين بلساننا وبيدنا وبكل ما نملك، داعمين القضيه دي، وحق من حقوقنا ننال كل حاجه حقنا. احنا لما بنطلب حقوقنا ما بنطلبها من جيب ابو واحد ولا من جيب واحد ولا دارين كوبايه شاي من ابو واحد. احنا بنطلب حقوقنا من الدوله. حتى الناس الحاكمين الدوله ما بيدفعوا لنا من جيبهم، بيدفعوا لنا من حق الدوله ومن خزنه الدوله، وخزنه الدوله دي ما حقت ابو زول فيكم. ما في دوله ما في حق بخليكم انتوا تاكلوا وتشربوا وتصرفوا ونحن قاعدين نعاين. احنا برضه مداعمين. من وين نحن؟ كيزان نحن ولا ابناء كيزان؟ ما معاكم سوا. اللي بخليكم انتوا شنو تصرفوا ونحن ما نصرف. اخير مننا في شنو؟ انتوا اشرف مننا في شنو؟ ما ياهاكم قاعدين وجارين متحملين عشان القروش. زول طالب بحقه، قال حقي غلط، زول طالب بحقه تجي تطلعوه انت صرتك فعلتك. احنا حقوقنا دي بنشيلها غصبا عينك انت وغصبا عين اي واحد متربص، بنشيلها لانه ده حق من حقوقنا. بنشيلها لا كتر خير واحد ولا بارك الله في واحد يا حبيبنا، ولا غصبا عن عين ابو واحد ذاته. بنشيل حقوقنا، في حق ولا ما في؟ بنشيل حقوقنا قانونيا جمجميا رجال حنا محنا، بنشيل حقنا. ما في زول بيقدر يحمينا من حقنا يا زول، ده حق من حقوقنا يا زول. الناس دي ما كلها بتصرف، كل الناس دي بتصرف. انت قاعد احنا تكلمنا من فراغ. كل الناس دي بتصرف. الشباب اللي بيخلي الناس تصرف وعيالها تجري وامورهم ظابطه وساكنين في احسن سكن ومترفهين، ونحن نكون لا ساكنين لا ماكلين لا شاربين ولا عيالنا بيقروا شنو، وكلنا داعمين في خط واحد وكلنا فاتحين منصات سوا. ليه؟ اوه يا زول، اوه امسكوا ادبكم انتوا القروش. خليتوا اولاد عمكم واقعين بدمهم كدي بدمهم، خليتوهم واقعين ما قليتوهم، وقليتوا القروش وجريتوا. الناس ما نظموا. والله انا تجقجقوني. الدوله دي احنا وكنت ناس اشتغلوا فيها وخطوا فيها الرتب، انتوا اقسم بالله وكنت تاكلوا عصيده ما شبعانين. توهم ولا شنو يا زول؟